تعالى يا كابتن ميدو، تعالى يا كابتن ميدو عالمي، وسيب كوبايه العرقسوس وتعالى كده ايه كلمني كده عاقل لعاقل. بالله عليك يا كابتن ميدو خف عرقسوس بقى، خف يا عم عرقسوس. يا جدعان يا جدعان حد يحضرنا يا جدعان، عشان الكابتن ميدو تصريحاته خرمت الاوزون. يا عم صباح الفل يا عم، يا عم بلاش ضحك يا عم. الكابتن ميدو هقول لك يا عم ميدو عايز يقول ايه، او ميدو قال ايه، او ميدو بيضحكنا بايه، هقول لك يا عم، بس اخبط اللايك والكومنتات وضحك بقى كتير. الكابتن احمد حسام ميدو العالمي شكله تقل في العرقسوس قوي، ونزل لك بتصريح تاريخي بقى عند الزملكاويه وشير في صفحات الزمالك. الكابتن احمد حسام ميدو العالمي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انتر ميامي فريق سهل جدا، ونادي الزمالك لو كان مكان الاهلي وبيلعب انتر ميامي في امريكا على ارضه كان اقل حاجه الزمالك كسب 5-0. 5-0. اخش اجيب لك سيلينيبوش من جوه، اخش اندهلك على ولاية ديتشا. فهمني يا عم. طب فاركو، طب ايه الدنيا يا عم؟ مين اللي يكسب 5؟ سيلينيبوش. انت نسيت يا عم؟ انت ذاكرتك سمكة؟ تنسى كل 5 دقايق ولا بتنسى كل 5 اجوان يخشوا فيك؟ ما تفكك يا عم بقى من الهري ده وسيبونا بقى في حالنا بقى. احنا ما بنجيبش سيرتكوا اهو، ما تنكش يا عم. يا عم ابقى روح ابقى لاعب انتر ميامي ماتش ودي، ده لو راديو لو عرفوا ان انت موجود على الخريطة اصلا. يا جدعان بلاش ضحك يا جدعان، واخدوني معاكم واخرق نفسي. يعني احنا قناة MBC جابت كل المذيعين والمحللين الكرة اهلاوية ولابسين تيشيرت الاهلي، رسالة نصية، مش عايزين ابيض، مش عايزين بائس محلي، مش عايزين ابو نبلة يخش يحشر نفسه. يعني رسالة هي بقى بتحشر نفسك ليه؟ طالع على قناة الزمالك بتتكلم على كاس العالم ليه؟ ما احنا جبناها لكم صريحة اهو، جبناها لكم صريحة، ولبسنا كل اعلام الكرة في مصر اللي هيحلل ماتشات الاهلي في كاس العالم للاندية تيشيرت الاهلي، في رسالة موجهة وصريحة. واللي على راسه بطحة بقى من غير اللي على راسه بطحة، اللي على تيشيرته خطين حمر يفهم بقى، يفهم ويخليه في حاله. رسالة موجهة وصريحة، البطولة أهلوية، كاس العالم والتغطية أهلوية، مذيع محايد هيلبس تيشيرت الأهلي في رسالة موجهة. مالكش دعوة، بنقول لك مالكش دعوة بكل الطرق وبكل السبل. انت اللي حشري، انت اللي حشري وحاشر النبلة بتاعتك اللي ملهاش لازمة دي في كل صغيرة وكبيرة. تكسب انتر ميامي 5-0 يا اسطى، ده انت معرفتش تاخد كاس الرابطة يا اسطى، ده انت حصالة يا بائس يا محلي. ده انت مفيش ابيض على الابيض زي تيشيرتك بالظبط. ده انت سنين بوش معرفتش تكسبه. تكسب مين يا عم؟ تكسب مين يا بائس يا محلي؟ يا ابني ده احنا عاملين ماتش عالمي وكنا ممكن نكسب 3-4، بس ان شاء الله هنتأهل برضه. مش لوحده، مش ميدو لوحده بقى. ميدو وزع العرقسوس على قناة الزمالك. طالع لاعب زملكاوي من اساطير الزمالك بيقول لك ايه، انا مش فاكره مين، مش فاكر هو لاعب ولا محلل، وكان في قناة الزمالك عموما، ايا كان كلهم شبه بعض وتصريحاتهم شبه بعض. بيقول لك ايه بقى؟ اخبط بس اللايك الجميل والكومنت الحلو وصبح عليا فيه. اعلامي زملكاوي او لاعب سابق زملكاوي بيقول لك ايه؟ بطولة كاس العالم للأندية فقدت قوتها. ليه يا عم فقدت قوتها؟ ده 32 فريق، دي أشبه بطولة بكاس العالم للمنتخبات، بتتلعب كل 4 سنين، مجمعة 32 فريق، منهم 17 فريق أوروبي من على الطراز الأول بقى. أبطال دوري أبطال أوروبا موجودين فيها، واللي بطرادوس، ودوري أبطال أفريقيا، ومجمعة أقوى 32 فريق في العالم. الكلام ده مش كلامي، ده كلام انفانتينو صاحب الكورة. المهم، ليه يا عم الزملكاوي بطولة كاس العالم للأندية فقدت قوتها؟ قال لك علشان في فرق مهمة قوي 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 مش موجودة، زي برشلونة. معاك حق، فريق قوي، بس في فرق قوية برضو موجودة. مين تاني؟ قال لك ومانشستر يونايتد. يا عم ماشي،
ومين تاني؟ قال لك والزمالك. خدوني معاكم لاخرق نفسي، زمالك مين يا اسطى فوق؟ يعني عدم وجود الزمالك هو اللي اضعف بطولة كاس العالم للاندية؟ يا ابني ده انت بتشارك في كاس الرابطة وانا بنسحب منه او بعتذر عنه، وما بتديش للبطولة قوة. كاس الرابطة مش عارف تدي قوة لبطولة كاس الرابطة، ولا عارف تكسبها حتى، وانا ما بشاركش فيها من ساعة ما اتعملت، وانت شاركت فيها مرتين وطلعت حصالة يا بائس يا محلي. كاس الرابطة انت مش عارف تديله قيمة بوجودك فيه. الكونفدرالية محدش بيسمع عنها، وكل محللين الكورة في الوطن العربي وافريقيا بيسفوا عليها، على بطولة الكونفدرالية وانت مشارك فيها. والله بتاخد سف اخر سنتين من كتر الفرق القليلة اللي مشاركة فيها، الفرق مراكز الشباب اصلا. انما تعالى كده شوف الكونفدرالية من قبل ما الاهلي ياخدها، فاكر؟ كانت برضو مهمشة. اول ما الاهلي شارك فيها وخدها بالمسمى الجديد، مش فاكر سنة كام، 2012 ولا 2011، مش فاكر، مع جريدو، فاكر؟ من ساعتها والبطولة بقى ليها قوتها وبقت مهمة، وبقوا المحللين بيركزوا ويسلطوا الضوء عليها، والاهلي اداها قيمة وسعر. اما من بعد ما الاهلي بقى متمرس بقى افريقيا، ورجعنا تاني للذهب الافريقي والسمرة الافريقية وكاس العالم للاندية، الكونفدرالية بقت مهمشة، لدرجة ان رئيس الاتحاد الافريقي كان قاب قوسين او ادنى انه يلغي البطولة دي اصلا، ويخلي السوبر ليج الافريقي هي اللي مكانها، يبقى دوري ابطال افريقيا والسوبر ليج الافريقي. والكونفدرالية كانت هتتلغى بنسبة 85%. الكونفدرالية اللي انت اخر كام سنة بتشارك فيها، مش عارف تديلها قوة، مش عارف تديلها انتشار، مش عارف تديلها منافسة. انت بتخرج من سيلينيبوش، بتخسر من طوب الارض وليت ديتشا. انا اقول لك ايه تاني؟ اقفل بقك شوية، اقفل بقك شوية يا حبيبي، ريح ظهرك شوية بالله عليك، ريح ظهرك وملكش دعوة. نكسب انتر ميامي، ما نكسبش انتر ميامي، بإذن الله نكسب بالميراس بإذن الله، لا قدر الله نخسر من، ملكش دعوة. احنا في حدث عالمي وتاريخي، والعالم كله اتكلم عنا في المباراة الافتتاحية، وجمهورنا اثبت ان جمهور النادي الاهلي اقوى جمهور في الوطن العربي وافريقيا. مباراة الافتتاح امام انتر ميامي كانت مكسية باللون الاحمر، لون تيشيرت النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي كان لافف المدرج بالكامل. فاهدى يا حبيبي، اهدى يا كابتن ميدو، وارمي كوبايه العرقسوس بقى من ايدك بقى، كفايه بقى، كفايه بقى يا راجل، كفايه يا راجل ضحك بقى. سلام.